شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. النبي عليه الصلاة والسلام باعتراف المشككين وباعتراف أعداء الإسلام لم يركب البحر مرة واحدة في حياته، مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لديه خبرة في وصف، يعني إنسان لم يشاهد ولم يتعمق في البحار غير قادر على وصف هذه البحار، نعم، إلا إذا جاءه علم من الخارج. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عن بحار تشتعل. نعم. في المناطق المتجمدة الشمالية مثلا هناك بحار دائمة الاشتعال، يعني بحر يشتعل وتجد حمم منصهرة تنطلق منه والنار تحترق، يعني هذا المشهد نعم الذي سنراه بعد قليل لا يمكن لإنسان أن يصفه إلا أن يكون رسولا من عند الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذه السفينة استخدمها العام الماضي العلماء نعم لدراسة أعماق المحيط، سبحان الله. وعندما جهزوا هذه الكاميرا التي نراها، هذه تحتاج إلى قيادة وتحكم. واضح إنها مش كاميرا، ده واضح إن هي يعني كاميرا شيء ضخم يعني متطورة تتطلب يعني تقنيات، وانظر أجهزة تحكم نعم. ومختبرات وعشرات العلماء يشرفون والمهندسين والكمبيوترات يعني حتى يصوروا لنا. انظر الآن هبطوا إلى أعماق المحيط، شاهدوا هذا يعني مثل بركان متوهج، يعني هذه نار تتدفق من أعماق المحيط. سبحان الله، سبحان الله، تحت الماء. نعم نعم، يعني حتى الصوت انظر، هذه انفجارات تحدث في أعماق المحيط. يعني نسمع صوت. نعم، يا ريت إخواننا يسمعونا الصوت. نعم. هذه فقط السنة الماضية صورها العلماء على فكرة، يعني هذه الانفجارات الهائلة في قاع المحيط. سبحان الله، سبحان الله. أنا الملك. صوت قوي جدا، صوت انفجار فعلا بالفعل، انفجار حقيقي. حتى إن هذا الانفجار يصل إلى السطح، إلى سطح الماء. الآن انظر، يعني سوف يصل وينفجر في سطح، يحدث انفجارات أيضا ليس في القاع بل في سطح الماء، قرب من سطح الماء. نعم. فهذه سبحان الله تعالى الملك. وهنا على السطح أيضا تتدفق هذه الحمم المنصهرة وتشعل الماء. الماء يشتعل هنا، يعني هذه تصور هذا المشهد. يعني أيضا هنا انفجارات واشتعال للماء، يعني النار في الماء. نعم. لذلك الله تبارك وتعالى وصف لنا هذه الظاهرة بدقة. تصوير، يعني صورها لنا قبل 14 قرنا عندما قال أقسم بالبحر، ماذا قال؟ والبحر المسجور. نعم. أي المشتعل. نعم. سبحان الله، سبحان الملك.
وهذه لا ترى إلا في يعني ألاسكا وهذه المناطق في القطب المتجمد الشمالي وهكذا. سبحان الله، يعني الماء البحر يشتعل ويحمى ويسجر. لذلك قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. تمام. لأنك كما ترى هذا الجحيم في الدنيا أيها الملحد إذا لم تؤمن ستراه في الآخرة. سبحان الملك. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. يعني هذا انظر إلى هذا البحر. سبحان الله. ده حتى يعني حمم. نعم حمم ولها صوت مرعب، مشهد مرعب. نعم. وهذا المشهد لم يكن لأحد علم به من قبل، هو تصوير حديث. نعم. قبل 2 تقريبا أو أقل. سبحان الله. سبحان الملك يا الله. فهذا البحر يعني هو بحر مشتعل. نعم. ومضى عليه مئات السنين وهو بهذه الحال على فكرة. هذا بشكل دائم منذ مئات أو آلاف السنين. هناك حمم منصهرة تتدفق وتلهب ماء البحر وتشعله وتسجره. نعم. تسجيرا يعني والبحر مشهد مرعب. والبحر المسجور. هنا القرآن وصف لنا بدقة هذا المشهد. كأننا نراه يعني أمامنا. قال والبحر المسجور. نعم. قسم إلهي أن الله تبارك وتعالى أقسم بالبحر المسجور. والآية التي تليها جواب القسم إن عذاب ربك لواقع. يعني انظر أيها المشكك، إذا كنت تشك بعذاب الله فانظر إلى هذا البحر المسجور. نعم. المحمى المشتعل الذي أقسم الله به على أن عذاب الله تبارك وتعالى واقع لا محالة. صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني يقول العلماء إن هذا البحر تنطلق منه هذه الصخور الملتهبة وترفع حرارة الماء إلى أكثر من 1000 درجة مئوية. على الرغم من ذلك الماء لا يتبخر ويذهب بشكل كامل والنار لا تنطفئ. يبقى هذا المشهد يعني مشهد رائع وثابت ودليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وإعجاز هذا القرآن في عصرنا. نعم. لذلك نقول دائما كيف علم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوجود بحر يشتعل ويحترق ليصفه لنا في القرآن، بل ويقسم به. علمه شديد القوى. سبحان الله. ذو مرة فاستوى. لذلك هذا المشهد يعني من أهم المشاهد التي تؤكد صدق هذا النبي الكريم. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين. طريح بسجن الهموم رهين. طريح بسجن الهموم رهين. فمنا علي أيا راحمي فما لي سواك إله معين. فما لي سواك إله معين. فما لي سواك